السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ فتيحة البيضاوي. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو نتوما في تمام الصحة والعافية. رمضان مبارك سعيد. اليوم غنشارك معكم بطبوط الكبير وبطبوط الصغير ديال التعمار، كيجيو اكثر من رائعين، كلهم منفوخين وناجحين 100%. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي 300 غرام ديال الفينو اولا السميد ناعم جدا، وعندي 650 غرام ديال الدقيق الابيض. غادي نخلط المكونات على هذا الشكل هذا، وغادي ندير واحد الحفرة في الوسط باش غادي ندير الخميرة. درت ملعقة كبيرة ونصف ديال الخميرة هذه المعجونة، الا كانت عندكم الخميرة فورية فملعقة كبيرة كافية. درت ملعقة كبيرة ديال العسل، يمكن لكم ديروا السكر. هنا غادي نبدا نضيف الماء وغادي نخلط هاد المكونات هادو وغادي نخليهم حتى يخمروا على هذا الشكل هذا. وغادي نضيف واحد الملعقه كبيره ونصف ديال الياغورت يكون طبيعي بالسوس، وعندي هنا ملعقه كبيره ديال الزبده. هاد المكون هذا كيخلي البطبوط يبقى رطب وخيبات اولا ديروه في المجمد ما كيتفرتتش وكيبقى جديد. درت الملح على حسب الذوق، وغادي نضيف الكاس الاول ديال الماء. نبدا غادي نخلط المكونات ديال العجين، غادي نعبر معكم الكل بالغرام وحتى بالكاس ديال العنبه. غادي نجمع العجين على هذا الشكل، وغادي نزيد حتى الكاس الثاني وغنبقى نجمع العجين كتكون خفيفه بزاف كتلتصق باليدين. غادي ندلكها مزيان، وغادي نضيف في هذه الاثناء ملعقه كبيره ديال الزبده. غنحاول نديرها بيدي على الشكل هذا ونعجن العجين مزيان، ندخلها في العجين ديالي. وغادي نضيف الكاس الثالث على هذا الشكل. يعني هنا راه كفاتني تقريبا واحد 3 كؤوس وكاس الا ربع. غادي نكتب لكم المقادير تحت صندوق الوصف. هنا من بعد ما دلكتها مزيان غنديرها في البول ونخليها تختمر. هنا من بعد ما اختمرت ليا وتضاعف الحجم ديالها على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا العجين راها خدات الوقت ديالها الكافي. الا ما كان فيكم ما يعجن فجمعوا غير العجين غير بيديكم وديروه في كيس بلاستيكي وخليوها راه كتدلك راسها. غادي نبدا نقسم العجين على كويرات كبيره. الكبيره درت فيها 120 غرام والصغيره درت فيها 30 غرام باش كتجيني البطيبطات الصغيورين اللي كيتعمروا كيجيو في الحجم الصغير. غادي ندير السميد الناعم جدا ولا الفينو نكثروه، غندير وحده فوق وحده وكنقرص على الشكل باش كيجيني ساهل وسريع دغيا على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا نبقى نقرص وانا كندير بيناتهم الفينو باش ما يلصقوش ليا، كنخليهم رقاق بزاف على الشكل ديال البيتزا. وهذا هو السر ديال البطبوط، انهم ديروه رقيق بزاف. وهاد البطيبطات الصغيرين فغادي نسرحهم بالمدلك على هذا الشكل هذا وغادي نرققهم مزيان. كما كتلاحظوا الطريقه جاتني احسن من ما نسرح العجينه كلها في مره واحده وكنبقاو نطبعوا وكتبقى ديك العجينه الاخرى حتى هي تبقاي تجمعي فيها وتعاودي ثاني تدلكيها. فهذه جاتني سريعه وحسن. من بعد ما كملت الكميه ديالي راه ما خليتهمش يخمروا نهائيا. نيشان بديت بالاولى اللي قرصتها وحطيتها في المقله سخونه عافيه متوسطه، ما ديروش العافيه مهيله ولا مجهده، تكون متوسطه. وكنبقاو نقلبوا من جهه لجهه، غير كنحطوا ما نخليوش البطبوطه ديالنا تحمر، غير كنحطوها وكنقلبوها على الجهه الاخرى. كتبان لنا شدات كنقلبوها، كنبقاو نقلبوا فيها حتى كتبان لنا راه كتنفخ وكتجي خاويه من الداخل. كل ما رققتوا البطبوط اكثر كل ما كيجي رقيق وكيجي خاوي من الداخل وما كتجيش فيه ديك البابه من الداخل. الا طبعا ما كنتوش كتبغيو الخبز يجي فيه البابه من الداخل اولا هذا البطبوط. غادي نستمر على هذا الشكل هذا، غنكمل الكميه كامله. كما كتلاحظوا كيجي منتفخ وخاوي من الداخل، كيجي رقيق وكيجي زوين. كنبغيو نديروه لحكا السحور اولا كنديروه مع الفطور على شكل سندويشات. وبالنسبه حتى للصغير كما كتلاحظوا المقله عفوا سخنتها مزيان وكنحطهم نحاولوا نبعدهم مع بعضياتهم وغير كنحطهم. كما كتلاحظوا كنعاود نقلبهم، نحاولوا ما نتقبوهمش وكنبقاو نقلبوا فيهم ونستمروا حتى كيبداو كيتنفخوا. راه كاملين كيجيو منفوخين وكيجيو خاوي من الداخل وكيجيو رطبين بزاف. جربوا هذه الطريقه هذه. فداك الياغورت مسوس وحتى ديك الملعقه ديال الزبده، انا درت غير الزبده النباتيه.
كتخلي هذا البطبوط يجي رطب بزاف وكيذوب في الفم. وحتى الا خليتوه في المجمد مده طويله او لا جبتوه مثلا غير كتسخنوه كيرجع بحال يلاه طيبتوه، ماشي بحال البطبوط العادي فلا حطيتوه في الثلاجه راه كتجبدوه كتلقاو كيتفرتس ما كيبقاش زوين. يعني ما كتلاحظوا انا غادي نحل لكم وتشوفوا من الداخل راه كيجي خاوي وكله هكا للصغير ولا الكبير. الى عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاهل والاحباب باش تعم فائده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.